ده خلاني افكر، هو يا جماعه ازاي لعيب في نص الملعب حواليه 5 يقدر يفكر هو مين الاحسن يباص ولا يشوط؟ تعال ناخد الرحله بتاعت الداتابيز دي من التسلسل من الاول للاخر. في الاول في حاجه بتحصل اسمها فول سكان للداتابيز، يعني بقدر اقف عند كل معلومه اشوف هي دي اللي انا محتاجها ولا لا، ولو مش هي اخش على اللي بعدها على طول. مشكلته انه بطيء جدا. هو يقدر يجيب لك المعلومه، بس في نفس الوقت هيجيب لك المعلومه بعد ما تكون الكره اتقطعت منك والمهاجم جاب جول، وبعد كده انت تقعد تعيط ظلموه والنادي يفسخ عقدك وما تلاقيش حد يشتريك. وده بالظبط اللي بيحصل مع اللعيبه اللي لسه مش محترف. اللاعب المحترف بيفكر بشكل مختلف. باشا اللعيب ده بياخد ملايين الدولارات علشان بس لما يدخل هجمه يجيبها جول ويقعد يجيب هدات ويخش انفرادات عشان يحفظ السيناريو اللي يقدر يخش فيه في الماتش. فما تقنعنيش ان اللعيب ده بيتمرن زي اللعيب التاني، فبيقدر يخزن موقف اكتر ويقدر يروح لها تاني ويرجع لها تاني لو عايز وبشكل اسرع. فبيستخدم حاجه اسمها الاندكس، وبيستخدم بعد كده حاجه اسمها البي تري. البي تري هي عباره عن شجره متقسمه نصين، كل نص ليه الموقف بتاعه. يعني انا بمشي على النص الاولاني، بمشي على النص التاني لحد ما الاقي الموقف، وده بيبقى اسرع بكتير لان المواقف مترتبه بشكل معين.